السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة شوية، حكاية من أرض الصين، من زمان قوي، من سنة 1935. تخيلوا معايا، في بلاد بعيدة اسمها كيشان، فجأة ظهر وباء بيخطف القلوب. مش أي قلب، ده قلب الأطفال والأمهات الحوامل. تخيلوا الخوف. المرض ده كان اسمه مرض كيشان. ليه سموه كده؟ عشان العلماء اكتشفوا إن المشكلة كلها في كيشان نفسها. التربة والنباتات فيها كانت بخيلة شوية، مش بتدي الناس كل اللي محتاجينه، وكانت بتفتقر لعنصر مهم قوي اسمه السيلينيوم. السيلينيوم ده عامل زي البطل الخارق اللي بيحمي القلب، بس لما ما بقاش موجود القلب بيتعب بيبوظ، مش بيقدر يشتغل كويس. تخيلوا الأطفال الصغيرين اللي عمرهم من 2 ل10 سنين، والأمهات الحوامل، دول كانوا أكتر ناس بيتأثروا بالمرض ده. يا خبر، المرض ده كان بيخلي الناس تموت، مأساة حقيقية. بس العلماء ما استسلموش، قاموا بفريق بحثي جامد، وراحوا كيشان عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعد بحث وتقصي اكتشفوا السر. اكتشفوا إن المشكلة في السيلينيوم. الحل سهل، بدأوا يعوضوا الناس بالسيلينيوم، يعني بيضيفوه للأكل للأدوية، وبصراحة ده كان الحل السحري. وبعد شوية اختفى المرض من كيشان كلها. تخيلوا الفرحة. بفضل العلم، بفضل إنهم عرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط، قدروا ينقذوا حياة ناس كتير أوي. الحكاية دي بتقولنا إيه؟ بتقولنا إن العلم مهم، وإن الصحة أهم حاجة في الدنيا، وإن لازم نهتم بكل حاجة بناكلها وبنشربها عشان صحتنا وصحة ولادنا. يا ترى إيه رأيكم في الحكاية دي؟ لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وقولولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو. سلام.